بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة متابعين قناة زراعة الأسطح فين وجمال ومتعة، وصفحتنا على الفيسبوك صفحة زراعة الأسطح فين وجمال ومتعة. الأخوة الذين لم يشتركوا في القناة الرجاء الاشتراك في القناة للتشجيع على الاستمرار وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وإعطاء لايك للفيديو ليصل أكبر عدد من أصدقائكم. حقيقة أنا هاي صار تقريبا سنة كاملة انقطعت عن بث فيديوهات من حديقتي على سطح المنزل بسبب سوء حالتي الصحية، وكذلك الظروف الصعبة اللي مريت بها خلال هذه السنة الفائتة. وإن شاء الله راح استمر وياكم إن شاء الله بالمدة القادمة، وراح تشوفون أجمل الفيديوهات والزرعات مالتي على سطح المنزل. حقيقة أنا إنه بغض النظر إن كنت مريض أو كنت تعبان نفسيا أو غيرها، فما تركت حديقتي على سطح المنزل. أحاول إنه مساعدة بنتي يقين، إنه أحاول إنه أسقيها، أضيف لها شتلات جديدة زرعت بها شتلات حتى شنو أحافظ على الحياة، على اعتبار إنه الزراعة هي حياة. اليوم راح أشوفكم زرعاتي هذه. شوفوا إخواني، هذه الطماطة. شوفوا هذه نبات الطماطة هذا، شوفوا ما شاء الله، شوفوا صار قسم من عتاء أحمر وقسم شوفوا يعني ما شاء الله ثمار حمل جيد من الطماطة. ثمار الطماطة هذا أنا زارعها بهذا الصندوق الخشبي اللي تعرفونه دائما تشوفونه فيديوهات. هذا الصندوق الخشب الكبير دائما أقلب التربة مالته. هذا الطماطة. عندنا هذا الشجر، هاي شوفوا اخواني الشجر او الكوسة، شوفوها هاي بدأت تزهر، هاي ازهارها شوفوها هذه بدأت تزهر ما شاء الله، وان شاء الله ابدي القحها. عندي هنا ايضا شتلة طماطة. شوفوا اخواني هذه شتلة الطماطة، وهذه ثمار الطماطة الجميلة بقى، يعني ثمار الطماطة الجميلة. عندي ايضا الفلفل الحار. هذا الفلفل الحار جنت من عنده اكثر من مرة، يعني انا اول بارحة اللي اخذت من عنده الفطور وكان طعمه حار وجيد ولذيذ وصحي. ها شوفوا اخواني هذا الفلفل الحار ايضا نبتة الاخرى. عندنا هنا هاي ايضا هنا نبتة الفلفل الحار. هاي ايضا هنا طماطة شوفوها هاي نبتة الطماطة بهذا المكان. شوفوا اخواني هاي مزهرة، وان شاء الله الثمار راح نجي من عندها طماطة. عندي هاي تشوفون هذا النبات هذا مخالب القط، هذا متسلق. شوفوا اخواني وبيه اثار جميله جدا. هاي شوفوا اخواني هذا مخالب القط، هاي اشتريتها من المشتل وكاثرتها. عندي هنا مثل ما تعرفون هنا باعوا اخواني هاي شتلات السيسبان، ارتفاعها صار اكثر من 2.5 او 3 امتار، يعني صار اعلى من سياج السطح مالتي. شوفوا اخواني هذا سياج السطح اعلى من عنده صار. شوفوه هذا السيسبان اللي هي صار يعني من بداية زراعته انه بدن ويتكاثر ان شاء الله. شوفوا اخواني هذا نبات السيسبان. هذا عندي هنا اخواني زراعة ثاني ان شاء الله هذا البربين، وشوفوه ما شاء الله شلون طلع. هذا نبات البربين، يعني هو نبات صيفي شتوي. شوفوه هذا نبات البربين لذيذ. عندي هنا زراعة بهذا المكان بامية ايضا. شوفوه هاي نبات البامية بدأت ان شاء الله شوف تنمو بصورة جيدة. عندي هنا هاي شوفوه زراعة هذا هنا خيار الماء. شوفوه ما شاء الله شتلته كبيرة، يعني أنا من أشوفكم نبتة أنا زارع بعدة أماكن مو بس مكان واحد. هذا الصندوق عندي هذا الآخر أيضا زارع هنا خيار إلى جنب الطماطة. شوفوا إخوان وهاي الطماطة شوفوا يعني مثمرة إن شاء الله. شوفوا إخواني هذا الصبار مثل ما تعرفونه، يعني أنا بكثرة زارع على سطح المنزل لأنه به فوائد كثيرة جدا للنبات، يستخدم بعملية التجذير، وأيضا يستخدم صحيا لإزالة الكلف عن الوجه. هاي المادة اللزجة البي الموجودة هذه إزالة الكلف من على الوجه. أيضا زارع ورد الصباح. ورد الصباح زارعه بعدة أماكن بهذا المكان. شوفوا أخواني هذا ورد الصباح، هذا ورد الصباح العراقي اللي يكون نوله بنفسجي. شوفوا أخواني هذا زارع أنا وزارع بعدة أماكن. هنا أيضا زارعه عندي هناك يعني بهاي شوفوه هاي المعلقة أيضا زارع بيها، وزارع بهذا المكان أيضا. شوفوا هاي كلها ورد الصباح، لأنه تعرفون ورد الصباح هو سهل التكاثر
ويعيش بأصعب الظروف، يتحمل العطش وغيرها من الظروف الصعبة اللي تواجه النباتات. عندي هنا أيضا شوفوا إخواني هذا زارع هنا، هذا زارع هنا خيار الماء، شوفوا هذا زارع هنا بهذا المكان. عندي هنا زارع هاي البامية وبدت تنمو، شوفوا إخواني بهذا الصندوق الآخر. عندي هاي الآثار الجميلة، هاي اشتريتها من المشتل مو أنا زرعتها وخليتها بهذا الصندوق، شوفوا ما شاء الله شلون آثار جميلة وحلوة. عندي هاي أنا كاترة، هاي نبات الختمة، شوفوا إخواني نبات الختمة، شوفوا ما شاء الله أزهارها البيضاء الجميلة، شوفوا نبات الختمة. وعندي هنا السيسبان اللي أنا أعتز به لأنه يسوي لي المزرعة مثل الغابة. شوفوا إخواني هذا نبات السيسبان. عندي زرعت بالجانب الآخراني مال السطح، شوفوا زرعت بالجانب الآخر أيضا هاي هنا، هذا الصبار هنا ورد الصباح، شوفوا إخواني. وهذه نبات الختمة وأزهار الجميلة البيضاء. طبعا عندي ألوان عدة شوفوا إخواني. هذه هنا في المكان هذا كاثرت، هذا شوفوا قمت أكاثر النخل هاي عن طريق النواة، وزرعت هاي وحدة هنا ووحدة هنا بهذا المكان زرعتهن. عندي هاي التينة، شوفوا ما شاء الله هاي التينة يعني زرعتها العام الفائت ويبست بالصيف وقصيتها، خليت بس جزء قليل معته، وبداية الربيع شوفوا شلون إخواني صارت وخضرت، شوفوا ما شاء الله شلون صار. أنا زارعها بهذا البرميل، شوفوا إخواني ارتفاع تقريبا 60 سنتيمتر، زارعها بهذا البرميل لأنه تحب مساحة كبيرة وتحب الماء أيضا وتحب الشمس نبات التين، فلذلك أنا مخليه بمكان عرضة للشمس ومكان واسع وكبير. هذا شوفوا إخواني. هذا هنا زارع عندي بهذا الصندوق، شوفوا هاي البامية إلى جانب هذا الكوسة، هاي الشجر أو الكوسة، شوفوا إخواني. هاي عندي نبات البامية، شوفوا ما شاء الله نبتة الكوسة كبيرة. عندي هنا مكان هذا، شوفوا إخواني هذا السيسبان. هذه شوفوا إخواني حديقتي على سطح المنزل، غابة متكاملة، شوفوها ما شاء الله، غابة متكاملة من الأشجار الجميلة والمزرعة الواسعة، شوفوها. إضافة إن شاء الله بالأيام القادمة راح أشوفكم. عندي طيور، اشتريت دجاج عراقي أفراخ صغيرة وهسه بدأ كبر، وعندي السمان وعندي الحمام، عندي طيرين حمام اشتريت إن شاء الله، وراح إن شاء الله فيديو خاص أنزلكم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبكم الأمراض والأوبئة والهموم والغموم، ويعطيكم راحة البال والصحة والعافية. وآسف مرة ثانية لانقطاعي، وتحية طيبة لكم من قناتكم على اليوتيوب قناة زراعة الأسطح فن وجمال ومتعة، وصفحتكم على الفيسبوك صفحة زراعة الأسطح فن وجمال ومتعة.